قلق بالغ بسبب عدم تحقيق تقدم بالملف النووي الإيراني وفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. عدم تسجيل أي تقدم في المحادثات مع إيران بشأن عثور مفتشي الوكالة على مواد نووية غير معلن عنها في 3 مواقع أكدته الوكالة، مشيرة إلى زيارة إلى طهران سيقوم بها مسؤولون في الوكالة هذا الشهر. لم نتلقى بعد أي عنصر جديد حول المواقع التي اكتشفت فيها آثار يورانيوم، ومحادثتنا معهم الأسبوع الماضي كانت بالتحديد حول هذا الشيء للحصول على بعض المعلومات. سألناهم بدقة شديدة عن العديد من الأشياء، ونحاول مساعدتهم بالتركيز على إجاباتهم حتى نتمكن من الحصول على شيء في أيدينا. تقرير الوكالة الذرية أفاد عن زيارة مرتقبة لخبرائها ال3 مواقع عثر فيها على جزيئات يورانيوم، وكذلك أخذ عينات على نحو مناسب. تقرير الوكالة الذرية أفاد عن زيارة مرتقبة لخبرائها ل3 مواقع عثر فيها على جزيئات يورانيوم، وكذلك أخذ عينات على نحو مناسب. الخارجية الأمريكية أكدت أن فريقا أمريكيا بقيادة المبعوث الخاص روبرت مالي يجري حوارا بشكل منتظم مع شركاء واشنطن الأوروبيين. هذه قرارات ومناقشات سنجريها مع شركائنا الأوروبيين. سوف نتشاور عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سنتشاور عن كثب مع المدير العام وجميع شركائنا في هذا المنتدى. وكان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تقلص بشكل طفيف، لكنه ما زال يتجاوز بكثير المسموح به بموجب الاتفاق. وزاد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%، وهي قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة البالغ نحو 90%. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، قائلة إن تقنيتها النووية هي للأغراض المدنية فقط.